في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية في شمال إفريقيا، يظهر بصيص أمل لم يكن في الحسبان. الولايات المتحدة من وراء الكواليس تحرك خيوط خطة سلام تاريخية بين بلدين فرقتهما السياسة منذ عقود، المغرب والجزائر. بحسب تقارير نشرتها صحيفة الصحيفة ويا بلادي في نوفمبر 2025، أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن فريقه يعمل على اتفاق سلام بين الرباط والجزائر قد يرى النور خلال 60 يوماً. اتفاق وصفه مراقبون بأنه قد يعيد رسم خريطة التعاون في المنطقة المغاربية. الخطة الأمريكية حسب موقع عرب بروغريس تهدف إلى إنهاء القطيعة الدبلوماسية المستمرة منذ 2021 وإطلاق شراكة في مجالات الأمن والطاقة والهجرة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تنجح واشنطن فيما فشل فيه الاتحاد الإفريقي والوساطات العربية سابقاً؟ جنوب إفريقيا التي لطالما ساندت جبهة البوليساريو تراقب التحركات عن كثب، وتخشى أن يؤدي أي اتفاق مباشر بين الرباط والجزائر إلى تقليص نفوذها في ملف الصحراء. غير أن مصادر دبلوماسية إفريقية بحسب موقع The Guardian تؤكد أن بريتوريا تسعى بدورها إلى تقريب وجهات النظر وإن بوتيرة بطيئة. اليوم يقف المغرب بثقة مستندا إلى دعم دولي متزايدا لمبادرة الحكم الذاتي، بينما تجد الجزائر نفسها أمام مفترق طرق حاسم، إما القطيعة الدائمة أو صفحة جديدة من السلام. في النهاية قد تكون واشنطن فعلا على وشك تحقيق اختراق تاريخي، لكن النجاح الحقيقي لن يقاس بما يوقع في القاعات، بل بما سيعيشه الشعبان على جانبي الحدود إذا عاد الأمل. حين تتصافح الأيدي تتنفس الجغرافيا السلام. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالإعجاب والتعليق، فكل تفاعل منكم يعطينا طاقة لنواصل تقديم الأفضل.